ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. لو أول مرة بتشوف العبقري اعمل لايك واعمل اشتراك في القناة وتعالوا نشوف الفيديو ده بيقول ايه. سوقتي سمعة الحجاب حضرت من الفرحة في طرحة باينة من شعرك. كل الكلام ده اتقال لي. أنا مش عارفة دي حد ممكن يأذي حد. الناس فاكرة إن هي لما تتكلم كده مع حد إن حد ده مش هيتأثر، إن الشخص ده جبان، مش بيحس. طب يا جماعة اللي مش فاهم دي نيرة كمال، هي طالعة تعيط يعني للناس ان الناس بيقولوا لها كلام وحش ان هي بتقلع الحجاب وبتلبسه، فطلع بتقول رأيها يعني ان الناس وجعوها وكده. زي ما انتم شايفين هي يعني بصوا هنسمع هي بتقول ايه. بحب ربنا أوي، بخاف منه أوي والله. بتحب ربنا قوي فعشان من حبها في ربنا فقلعت الحجاب يا جماعة عشان تعصي ربنا اكتر. يعني انا مش فاهم دماغها والله يا جماعة. كلامكم خلاني أفقد ثقتي في نفسي، أفقد ثقتي في كل حاجة. طيب حاسة انا عايزكم تركزوا في الكلام ده قوي. حلوة. طب خلاص هقلع حجاب لما ابقى قادرة ان انا البسه كويس، البسه كويس. بس انتوا مش كلكم، كلامكم مؤذي واذاني نفسيا جدا. الفيديو اللي انتوا بتشوفوه ده هي مسحته، اللي هي بتعيط فيه ده هي مسحته ونزلت فيديو جديد وما بتعيطش فيه بقى، وان هي بتقول ان كلام الناس ما فرقش معاها وان مش انتوا اللي عيط عشانكم. شخصيه متناقضه جدا يا جماعه، تعيط في فيديو وتمسح الفيديو وشوفوا هي بتقول ايه. انا ما كنتش طالعه بره رجليكوا خالص، افعالي واللي بيني وبين ربنا وبيني وبين ربنا السبب خلاني امسح الفيديو، ان مش انتوا اللي انا عيط لكم. طب طالما اللي بينك وبين ربنا بتنزلي الفيديوهات دي ليه؟ تعيطي قدامنا تستعطفي الناس يعني يا جماعه، انسانه غريبه قوي. وهي كل شويه تعيط يا جماعه، والله العظيم انسانه غريبه ومحدش فاهم هي عايزه ايه اصلا، ما تفهمش برضه دماغها. يعني مش عارف تقلقي الحاجه عايزه الناس يا جماعه اللي زي دول حرفيا هم بيعملوا، عايزين يبقوا ترند باي حاجه حتى لو اللي بيعملوه ده مش هم مش راضيين عنه. زي ان هم مثلا تقلع الطرحه وهي مش عايزه تقلعها، بس تقلعها عشان تبقى ترند شويه وبعدين فتره وهتلبسها يعني يا جماعه. وبس كده يا جماعه، مش عايز اطول عليكم. كان معاكم عبقري الدنيا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه، انتظرونا في كل جديد.